عندك 3 اوفرات للشغل، كل واحد فيهم فيه ميزه وفيه عيب. طيب انا عايز اختار واحد منهم، اعمل ايه؟ مساء الفل. حياتنا كلها اختيارات، من ساعه ما بنصحى لحد ما ننام عمالين بنتعرض طول اليوم لمواقف بتخلينا على طول في حاله اختيار. امال انا لما بتحط في موقف بجد ليه بحتار؟ بحس ان انا مش عارف اختار انهي حاجه اصح ليه. ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. في كتاب ديسايسيف بيتكلم عن 3 حاجات ممكن تاثر علينا واحنا بناخد القرار بتاعنا: اوبشنز، ايموشنز، assumptions. لما بيجي لنا اوفر شغل جديد ما يبقاش عندنا غير اختيار من الاثنين، يا اما نوافق يا اما نرفض الاوفر ده. في الحاله دي بتبدا تحس ان انت متوتر ومضغوط ومش عارف تختار انهي واحد منهم احسن ليك، لانك وقتها بتحس ان انت مقيد بالاختيارات. في حاجه كمان اسمها شورت تيرم ساتسفاكشن. الايموشنز بتاعتك لما بتدخل في القرار بتبقى عايز الاختيار اللي اريح ليك، اللي تحس فيه ان هو ليه ريتيرن اسرع واقرب. لو شغل يبقى الفلوس فيه اكتر، بغض النظر عن الكارير بتاعي هتعلم ايه مش هتعلم ايه، او ان كانت الشغلانه دي مناسبه للكارير بتاعي اصلا من الاول ولا لا. جانك فود بيبقى طعمه حلو بغض النظر بعد كده ايه اللي ممكن يحصل في جسمي، سواء كنت هتخن او هتاثر بالاكل ده. اخر حاجه التاكيد الزائف. اوقات بتبقى متاكد من حاجه معينه او احساس معين وبتكتشف بعد كده انك احساسك دوت كان غلط، او المفهوم اللي انت كنت واخده عن الحاجه ديت ما كانش اصح حاجه. زي كده الريموت اللي بنروح نقول لماما ان احنا مش لاقيينه، واول ما بتدخل الاوضه بتلاقيه على طول. الموضوع ده بيحصل عشان مخك في اللحظه ديت حاسس احساس معين ان هو مش هيلاقيه، وده اللي بيخلي ان عينك ما بتبقاش شايفه الريموت، وده اللي بيخلي ان ماما لما بتيجي فعلا بتلاقي الريموت على طول. طيب نعمل ايه عشان نتغلب عن الموضوع ده؟ افتكر الكلمه دي كويس، WAR. كل حرف من دول ليه معنى معين، وهي 3 ستيبس لازم تعدي عليهم عشان تعرف تاخد قرار مظبوط. اول حاجه widen your options. حاول دايما تزود في الاختيارات اللي انت بتختار ما بينها، ما تضايقش مخك على حاجه معينه. لما بتيجي تقيم شغلانه جايه لك حاول تزود الكرايتيريا بتاعت الاختيار، مش بس تبص على الفلوس او اللوكيشن. ابدا بص على الكارير باث، بص على الليرنينج اللي هتعلمه في الشغلانه الجديده، بص على البوزيشن اللي انت رايح عليه او التايتل، وهكذا. كل ما اختياراتك هتكتر هتلاقي القرار بقى اسهل واحسن. بعد كده attain for long term benefit. بلاش تبص تحت رجليك وفكر في الميشن ستيتمنت بتاعتك. اسال نفسك سؤال: الخطوه ديت هتقربني من الميشن بتاعتي قد ايه؟ بعد كده رياليتي تيست. محدش بيشتري عربيه جديده لمجرد ان هو سمع عنها انها حلوه، لازم على الاقل يكون ركبها، جرب السواقه بتاعتها، شاف حرق البنزين بتاعها، وكمان شايف ان السعر بتاعها مناسبه ليه ولا لا. كل ما بتزود في الريسيرش بتاعك وبيبقى اعمق وادق، طول ما انت هتعرف تاخد قرار حكيم اكتر وادق. ونشوفكم الحلقه الجايه.